كما جاء أحد إلى إمام خطيب المسجد قال إنك عندك 20 سنة تتكلم ماذا فعلت؟ قال وأنت عندك 20 سنة تسمع ماذا فعلت؟ أحد الصحابة أصابته الآكلة، عروة بن الزبير رحمه الله، أصابته آكلة في رجله، فقرر الأطباء أن يقطعوا له رجله. أصابته الآكلة يعني سوس يصيب العظم، فأعطوه مسكر خمر، يشرب الخمر لكي يذهب العقل لكي يقطعوا الرجل. قال أنا أسكر عقلا منحنيه ربي بخمر؟ كلا والله أبدا. قال إذا كنت في صلاتي بين يدي ربي فاقطعوا رجلي. قلب متعلق بالله. قال بينما هو في صلاته فأتوا بخرقة ووضعوها تحت رجله وأخذوا منشار أيها الأحبة، عروة بن الزبير قال فأخذوا منشار بدون بنج أو مخدر فقطعوا له رجله بالمنشار وهو ساجد، فبدأ الدم يتدفق فوضعوها في الزيت المغلي. زيت مغلي يا أحبة، ليس أمر كما يتخيل البعض، زيت مغلي وضعوا رجله في الزيت إلى أن أغمي عليه، من الأوجاع أغمي عليه. فلما أفاق جاءه أحد يعزيه قال له تقبل الله في عزائك في رجلك وتقبل الله عزائك في ابنك محمد. فبينما هو كان في أسطبل الخيل فرفسته الخيل فمات، فرفع رسالة إلى الله جل في علاه قال اللهم لك الحمد، رزقتني 4 أبناء وأخذت ابنا، ورزقتني 4 أعضاء وأخذت عضوا، فلك الحمد. والله إذا ذكرت له الله عز وجل يبكي، أقسم بالله. ثور سبحان الله، إذا قلت له فقط حاجة قل سبحان الله الحمد لله، هذا من نعم الله عز وجل، إن الله عز وجل رحمنا يعني بفتح المساجد، عينه تدمع. الله عز وجل أنعم علينا يعني بنعم كثيرة، عينه تدمع. مزدت نقول الله أنعم، والله عينه تدمع والله. لا وش أقول لكم حاجة أخرى أقوى من هيك، والله له مسألة لحية، أقسم بالله الذي أعرفه والله ليست له لحية أصلا، ليست المسألة مرتبطة بلحية أو بقميص أو بسواك، مع أن هذا كله طيب وكله خير، لكن المسألة والله ورب البيت ليست مسألة هكذا. المسألة مش هذا نقول لكم يعني ما أنك حذاري يعني، لا لست ورخص في هذا. قلنا مع أنه لو هذا الإنسان القلب الطيب يزيد يعمل لحية مثال إلا ويزيد الخير أكثر وأكثر، عمال يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا والخير يكثر فيكثر شيئا فشيئا. يبدأ إنسان تعرفه جارك أو صاحبك أو كذا ما يصليش عمره كم، فجأة دخل المسجد فشفته وجهه قد تغير تبدل، أصبح وجهه نضر. صح أم لا؟ صح. الدليل يقول الله عز وجل أو من كان ميتا في قالون، أو من كان ميتا في حفص، أو من كان ميتا فأحييناه. كان ميت في الظلمات فأحياه الله عز وجل بالطاعات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شتان ما بين الثرى والثريا، شتان بين غريق وغريق، بين غريق في بحر الظلمات وبين غريق في بحر الطاعات والأنوار. شتان ما بين السماء والسماوة، شتان ما بين مسبح ومستغفر وما بين عاص، شتان. ونحن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن نحكم بالظاهر ونوكل السرار إلى الله عز وجل.
أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. برا شوفوا للقمامة قدام الديار. أفبنعمة الله هم يجحدون. كفران النعمة، كفران النعمة. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا كل مقيدة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أمام الناس قديس، بينه وبين نفسه إبليس. هؤلاء الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كما دخل أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من هذا الذي في المسجد؟ قال: إنه عبد الله بن مسعود. لماذا؟ قال: يا رسول الله إني أحببته في الله. فقال له: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: إذن فأخبره. فذهب وأخبره فقال: يا عبد الله بن مسعود إني أحبك في الله. فقام وأخذ من ثيابه قال: الله، يعني حقا تحبني في الله؟ تفجع. قال: والله. قال: الله. قال: يا الله، يعني لله عز وجل، يعني مش الفلوس ولا الغاية معينة ولا حاجة هيك ولا هيك. قالوا: لا والله، والله لله عز وجل. قال: أبشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يرفع لهم منابر من النور يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يرفع لهم منابر من النور يغبطهم النبيون والشهداء. إن الأنبياء والشهداء يغبطونهم، يعني مش حسد. سبحان الله، شكونهم هذا؟ شكونهم وصلوا للمرتبة هذه؟ المتحبون في الله. أشهد الله على حب الصالحين ولا أحسبكم إلا من أولئك الصالحين. جمعنا الله وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين.